طلعت الليلة معاك طلعت يعني. الليلة أنت الليلة طالعة ليش؟ الليلة وكان أهلي تعبانين وقلت لي ادعي لهم، طيب وصرت معاك وأدعي معاك وكل شيء. وقبل وفاة بنتك الله يرحمها بيومين وانت تقرأ وأنا أقرأ معاك نهاية جملة الآية أغفي ثانية وينطق ويقول استحقار أو استخفاف، واصحى على طول. بعدها نعم، من بكرة هذا الشيطان فعلا ينيم المرقي عليه، سواء عند الراقي ولا هو يرقي بنفسه، أيوة يخذله من بشكل بكرة مفاجئ لكن ينبه. نعم ومن بكرة بنتي وهي نايمة يشيلونه من على الأرض، واجي أشيلها على طول وأسمي بالله وأقول الله أكبر وأشيلها. فكانت بنتي تقوم تصيح مع إني محصنتها. اليوم الثالث أنا والزوج خلافات وأدت إلى الطلاق، صار بيتنا كله عكوسات. وسبحان الله أحلام كثيرة، لكن بختصرها في واحد، أني حلمت أني أولد ولادة ميسرة، ولادة بنت جميلة وجهها دائري. وبعدين رحت في المستشفى وجاء زوجي عندي اللي هو طليقي الآن وقال لي ساكت، هو ما قال شيء. قلت أنا تمنيت إنها ولد دام عندي بنت، بس خلاص إذا تبي إيش رأيك أنت تسميها اللي أنا سميت الأولى. هو ساكت ما نطق ولا قال شيء وانتهى. اي سبحان الله. كم صارت الان في الانفصال؟ البارح لا لا ما البارح شوف. في الصلح يعني وخلاص. لا 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 في صلح ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. وهذا المنام هذا تحديدا يدل على دنيا دواره تدور وتتعدل الاحوال عندك حتى تصل الى افضل مراحلها باذن الله سبحانه وتعالى. يا نعم، رب. من طيب اجمل الأدعي المنامات ترى المنام هذا اللي انت قلتيه جميل الحمد جدا. لله، لأني صرت أدعي مكثف وآخر الليل إن الله يرد لي فعلا أنام. يبين أدري إنه من أذاهم، أنا عارف إنه من أذاهم. اي هذا شياطين وسوف نعم يعود باذن الله سبحانه وتعالى، تستقر احوالكم والدنيا دواره. هذا المنام يدل على دوران الدنيا ويدل على انها تدور بشكل ايجابي لمصلحتكم باذن الله سبحانه وتعالى. طيب يعطيك العافية، شكرا. استودعك الله، اسال الله ان يحميكم ويكفيكم ويؤلف قلوبكم. آمين اللهم آمين. مشاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الله يسلمك. الحمد لله. الله أجرك، الله يغفر له ويرحمه يا رب ويسبب لكم يا رب. اللهم اسمح لي يا شيخ أغير الصوت. خلاص قد سمعوه، غيره. طيب شيخ عندي استفسار عن العارض وعندي منام يا أخوي. تفضل. الحين في حال إذا جيت عند العارض، عند واحد مصاب ونطق العارض وقال أقرأ آية معينة، طلب إنه يقرأها يعني هو طلب إنه أقرأ الآية الفلانية. نعم. إيش معناها؟ إذا طلب منك آية والآية هذه موجودة في القرآن وأنت حافظها فعلا، ما لعب في الآيات، يعني ما قال لك اقرأ الآية الفلانية وهي موجودة أصلا، فنعم اقرأها، فلربما تكون معينة لهذا الشيطان يرغب بسماعها حتى ينصرف. أحيانا يحدث أحيانا يطلبون هم، يقول اقرأ عليه سورة الزلزلة حتى تساعدني بالخروج، اقرأ عليه آية حتى آية نعم الخروج. اقرأها. نعم اقرأها. كان يقول أقرأ آية الخروج بسرعة. نعم اقرأ الآيات المطلوبة، اقرأها. إذا طلبت منك من الشيطان المتلبس العارض المتلبس، اقرأ الآية ما لم تكن شيء من صنعه. طيب في حال أنا جيت عند المصاب وكان العارض موجود عنده من أول، يعني كيف أتصرف؟ إذا كان دخلت على شخص وهو مصاب أساسا العارض موجود، يعني نطق عليه قبل لا تدخل أنت عليه، تدخل تقول دخلت عليكم ببسم الله الرحمن الرحيم ودخلت عليكم بالله أكبر، ثم تبدأ تقرأ عليه آية الإنذار والخروج، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. بعدين تقرأ في آية الكرسي والآية اللي قبلها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. آية الكرسي اللي بعدها لا إكراه في الدين. بعدين اللي بعدها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، حتى تنتهي. مرحبا الأمير فيصل بن تركي، مرحبا نورت. تستمر بالآيات هذه حتى تخرجه بإذن الله سبحانه وتعالى ولا تسكت أبدا. وحجرا محجورا حتى لا يفلت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، على أساس ما يستطيع أن يهرب إذا كان من المس الطيار. طيب ممتاز. وتكثر من بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، وتتحصن دائما، يعني أثناء القراءة تقول حصنت نفسي وزوجتي وذريتي بلا إله إلا الله وبرب الفلق، وتستمر.
باذن الله. طيب بقول لك الله المنام يا شيخ. يسلمك، الله يسلمك، بخير الحمد لله. بقول لك اي سم يا مشهد. شاف اخويا، بس بقول لك هو على اساس انه انا اخويا، طيب عشان اي توضح ما الصورة. يخالف، ما يخالف. اخوي يقول حلمت في بيتنا قديم في غرفة النوم، وجاء شخص لابس اسود زي البشت، وقال يا فلان، نطق باسمي، نفترض اسمي خالد، قال يا فلان جالك ايه رسالة على البريد، ايه وكان ظرف الرسالة في يده ورماها عند ما سمعت كويس، ما سمعت. كانت تحت رسالة. يا مشاري المنام تلخبط معنا، ما سمعت كويس. ايوه قطع. طيب اي عد علي المنام، حاول تعدل الشبكه عندك. عدل الشبكه. يا مشاري ما في شيء واضح، الله يرضى عليك، ما في شيء واضح. طيب حاول تجيبها لي مره ثانيه بالله. عبد الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عظم الله اجرك يا شيخ، والله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال ويسكنه في سيح جناته يا رب. امين امين يا رب، الله يجزاك خير. سؤال قبل الحلم شيخ، التفاصيل الصغيره مهمه ولا عادي؟ لا عطنا المنام جمله، واذا اتضح لي فيه شيء قلت لك. ايه، كنت انا فوق سطحه سياره، نعم. كان موتري فوقها وانا في الموتر حقي نفسه، وكنا قاعدين نخرف من النخل انا واخوي، ونخرف عاد وقاعدين نلقط اللي هو التمر اللي يجيك طبعا رطب، هو اللي يجيك نص متمر ونص اصفر، يعني قاعدين نقي. وبعدين قال لي اخوي خلنا نروح للصقعي اللي هو النخله الثانيه. يوم رحنا لها لقينا التمر يعني اللي يجيك كانه خربان، يعني اللي يجيك يابس، وبرضه قاعدين ننقي ما طلعنا الا واحده واضحه مستويه يعني ممتازه، نص اصفر ونص متمر. وبعدين وانا مع الحركه الموتر، يعني خايف من الموتر يطيح، تعرف اني فوق السطحه وقاعد اتحرك يعني بحذر. شويه يا شيخ الا نزلنا من السطحه، احنا في الموتر طبعا بس فوق التندة مو على السطحه، لا فوق، ونزلنا منها. يوم نزلنا منها الا معنا ولد خالتي، قال لي يعني كاني قاعد اقول له اني انا بمشي الرياض، وانا ما طريت له، بس قال لي لا تستعجل، ارقد بعدين امشي. وكان يعني قلت بيني وبين نفسي تمام. بس عاد يوم نزلنا والله ما ادري من اللي كان يسوق السياره، هو انا ولا اللي يقرب لي ولا واحد مجهول او انه اخوي ما ادري. المهم يوم نزلنا اللي هو مسرع بالسياره، وانا مستغرب بقول ايش ذا مسرع وقدامنا تقاطع. ما مدانا نلف من التقاطع الا صقعنا موتر من ورا، ونزلت وقاعد اقول يا الله الموتر صار عليه حادث وانا توني مطلعه وكذا، وانتهى المنام. انت تبحث عن عمل تجاري او زياده دخل؟ زياده دخل ممكن، إيه. عمل تجاري لا وقفت. اي زياده دخل ايا كان زياده الدخل، سواء بسياره تكد عليها، تشتغل، تتوظف وظيفه ثانيه، ايا كان. نعم هذا يدل على رزق تكتسبه، ولكن تتعب فيه شوي وما راح يكتمل. يعني فلنفرض انه انت اهدافك انه انا شهريا، مثلا اهدافك انه انا شهريا بدخل 10,000 زود على راتبي، راح يجيك مثلا خلينا نقول 4000 3000، يعني ما راح تكون كامله. والله اعلم واعلم، واسال الله يمد لك في رزقك. مرحبا يا محمد، اسال الله يمد لك في رزقك، ولكن هذا تاويل الرؤيا. نعم. طيب يا عبد الله انتظر شويه. سمي يا شيخ. خلصت يا عبد الله؟ نعم. طيب شوف لي فيصل بن تركي موجود؟ اذا هو موجود وله رغبه يطلع. طيب حبيب في كنف الرحمن. طيب دقائق ابشر.
لحظة يا عبد الله بالله. كيف ينفك سحر قطعة واحدة؟ إذا أنا وجدت سحر في البيت أفكه زي ما قلت لكم، نحطه في مويه باردة ونقرأ عليه ونبدأ نفككه شوي شوي حتى ينتهي مع كثر القراءة. نور الهدى، مرحبا يا ام عبد العزيز. نعطيه 3 دقائق أو دقيقتين تكفي بإذن الله سبحانه وتعالى لمداخلة نور الهدى. عطنا يا عبد الله. يقول يا أمير تركي بن فيصل قل لهم يطلعوني. أبشر نطلعك بإذن الله سبحانه وتعالى. نور الهدى مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا شيخ. الله يسلمك يا رب. الله يا يا رب مرحبا. يجزاك خير عن كل ما قدمت لنا. الله يا رب يجعل ميزان حسناتك كل أيوة. أحبابك يا رب. اللهم آمين وإياكم. الله يجزاك خير. أبد والله عندي مداخلة أمس ما قصرت، طبعا الكلام كان يعني يكفي وفي. تكلمت عن الآباء والأمهات، إعطاء مساحة حرية لأبنائهم. طيب كان الكلام والله مكفي وموفي، لكن أيضا أحب أوجه الآباء والأمهات نقطة مهمة، لأن بعض الآباء يقول والله يا من ضربنا من آبائنا وعادي. لا، نختلف، خصوصا طبعا الزمن تغير والدنيا تغيرت، لكن حتى أنتوا ترى تأثرتوا، عيالنا قبل وأزواجنا وإخواننا ترى فيه تأثروا. الآن صحيح. صار بزيادة، لأنه في أطفال الحين ما ينضربون، دلع، في حريات، في سبحان الله. فلذلك خطأ نقول والله يا من ضربنا ويا ما تأثرنا. عيالنا يا شيخ يختلفون، وترى هذا أقول للكبار والصغار، حتى اللي عيالها صغار، ترى عندك الشخصية القوية وعندك الشخصية الضعيفة وعندك الشخصية الحساسة وعندك البنت اللطيفة. فما يصير يا شيخ نربي عيالنا على نمط واحد، ما تجي إن يعني نربيهم كلهم تربية واحدة إذا ما تعلمنا إحنا كأمهات، حتى الآباء. لكن سبحان الله أحس المسؤولية الكبيرة على الأمهات، والرسول عليه الصلاة والسلام قال والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. فأنا إذا ما أعرف سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أربي عيالي على قال الله وقال رسول الله؟ لازم، ما يصير لا كلهم لازم يطيعوني. ذاك اليوم يا شيخ وحدة كلمتني مكسورة، تقول أنا قلبي عورني. قلت ليه؟ قالت ولدي أول عيالي ما طاعني ودخل، يعني يوم العرس إنه دخل على النساء وهي عيالها كلهم ملتزمين. قلت أدري أنا أتمنى إنه يطيعك، لكن مو لازم عيالنا كلهم يصيرون صايمين وتقى. أتمنى أسأل الله إنه يهديهم، لكن صحيح. تجي شخصية واحد سبحان الله عنيد وتجي واحد طيب. عيالنا يا رب لك الحمد، في منهم اللي يصلي بروحه، وفي لازم في نقص بحياتنا. لازم يجي ولد إلا تصيرين وراه لما يطلع المسجد. ليش؟ ليه؟ لأن لو الدنيا كملت لحد يا شيخ صارت الدنيا جنة. لذلك الله يجعل لنا النقص والكسر عشان نلجأ لله. دائما نقول اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك، تحول عافيتك، فجاءة نقمتك. في واحدة عندها ولدين، واحد ما أدري شو اسمه، بس واحد اسمه عبد الرحمن، كانوا بصلاته مو ذاك الزود. فكانت الأم تقيم الليل كل الليل تقول يا الله يا ربي تهدي عبد الرحمن. ليش؟ لأن الثاني خلينا نقول عبد العزيز مثلا، الله يصلح يا رب ولادي وعيال المسلمين كلهم. عبد العزيز يصلي، لكن عبد الرحمن سبحان الله يا الله يصلي. فتقول طول الليل أقوم الليل أقول يا ربي تهدي عبد الرحمن يا ربي. سبحان الله عبد الرحمن صار إمام مسجد، فيقول لها عبد العزيز يقول لها لو دعيت لي معه يمكنني حفظت القرآن مثله. فلذلك الأم تحتاج دائما تستعين بالقوي. يعني أقول الأم دائما لازم تكون بين المدثر والمزمل. يا أيها المدثر قم الليل إلا قليلا. لازم بالليل لك ركعة، لازم يا ربي تهديهم يا ربي تقر عيوننا فيهم. ولك بالنهار يا أيها المزمل قم الليل، يا أيها المزمل قم يا أيها المزمل قم، لا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا بالليل. ويا أيها المدثر قم فأنذر بالنهار. أعلم عيالي، أوجه عيالي، أنصح عيالي، لكن عيالي مو كلهم طبقة واحدة، كلهم لازم أخوفهم وكلهم لازم يسمعون لي. لو كنا ما نحتاج توجيه وتعليم كان ربي نزل القرآن وانتهى، قرأنا القرآن وطعنا. لا، لازم نحتاج أعرف ولدي القوي العنيد له أسلوب، واللطيف هذا ما يحتاج قوة، والحساس ما يحتاج قوة، والعنيد يحتاج أول شيء دعاء
وتوجيه بالحب. خطأ إن ناخذ التربية نمط واحد وعصبية وحدة. أصلا لما تجيني الحين أم تقول أنا يا أم عبد العزيز ولدي عنيد وقوي، أقول هذا يهبل. الحين أنا أقول لك بعد هذا العمر الطويل، يا رب لك الحمد، بعد ما شفت أحفادي وعيالي، عسى ربي يقر عن كل أم بعيالها. آمين. أحب القوي. شفت اللي قوي اللي كان عنيد يوم إنه صغير، الحين والله يا شيخ هو ظهري هو سندي، هو ظهري. فشلون تكسرينه؟ شلون تقولين هذا لازم ينكسر؟ علم أبوه عشان يكسره ويتعلم. لا، لازم ولدي هذا القوي وهو صغير، أنا أقصد الأمهات الصغار، ولدك هذا القوي بكرة بتشوفيه منه ما يسر قلبك. وأول شيء وآخر شيء نعتمد على الله، ولا تعتقدون أن عيالنا كلهم نمط واحد. الدنيا يا شيخ جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار سلوى. جعل الآخرة لتعب الدنيا عطاء، تعب الدنيا بالآخرة إن شاء الله عطاء. صحيح. يا هذا كلام ترى الثوري، سفيان الثوري رحمه الله قال إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، منزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولا يحزن لشقاء. سبحان الله. أي لو هم، قال ما يصاب المؤمن من هم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة إبرة السكر حبة الضغط، قال حتى الشوكة إلا كفر الله بها خطايا. يقول ابن القيم رحمه الله إن من الذنوب ما لا يكفرها إلا هم الأولاد. يعني الولد العنيد ترى هذا يمكن كفر الله فيه خطايات، لكن لا تيأسون من رحمة الله، ولا تيأسون من رحمة ربي ولا عطاء ربي. الله كريم قريب مجيب. أسأل الله سبحانه وتعالى يا شيخ، أنا ما ودي أطول عليك، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتربية عيالنا. يوم قلت أمس إن أنا عودت زوجتي أسواقة وبناتي، أنا أول ما ساقت أول بناتي ساقت والله كنا قلبي اللي يسوق السيارة يروح يجي، لكن بعدين قلت والله لو أحطها داخل عيني الحافظ الله، صحيح. الله، لا خوف يمنع ولا شيء، الله الحافظ. لا تخافين من الفتن، لا تخافين من شيء، تعلقي بالله سبحانه وتعالى، الله بيحفظهم والله بيسددهم والله بيعلمهم. هذا اللي نحتاجه، الفراغ. نستودعهم. نعم، نستودعهم الفراغ. الله سبحانه وتعالى، أبد. ونعطيهم الثقة، ونعطيهم مساحة من التفكير، نعطيهم مساحة من الردود، نعطيهم مساحة من الكلام معنا، نستمع جميل. لهم جيدا حتى ما يركنون لغيرنا. لابد من، لأن الزمن اختلف تماما يا عبد العزيز، الكلام للجميع، الزمن اختلف تماما، شئنا أم أبينا. زمان ما كان في جوالات، ما كان في كهرباء، ما كان في تواصل اجتماعي. ممكن الآن الطفل اللي عمره 6 سنوات يسكر الباب والجوال يوصل إلى أمريكا ويرجع نعم. وانت نايم. نعم. لذلك لازم نعطيهم الثقة، ننبههم بين حين وآخر، انتبهوا لجوالاتكم، ترى في أحيان يدخل عليك برنامج يفعل كذا، انتبه من هذا الشيء، ترى اللي يقول لك كذا ممكن يوديك في المكان الفلاني. ونستمر معهم في التوجيه. نعم. دون التضييق عليهم، ما نحطهم في صندوق مغلق ونقفل عليهم ونقول خلاص ما راح يطلعون على شيء من الحياة. هنا احنا سجناهم في سجن مفتوح الابواب، يعني ممكن باي لحظه يخرج، ممكن يخرج باي لحظه، لانك انت حطيته في سجن، ولكن السجن هذا بدون ابواب، يعني غصبا عنك بيطلع المدرسه وبيشوف، يروح للمسجد وبيقابل، بدون مقاطعه يا نور الهدى مع عبد العزيز. في واحد من الشباب يقول كنت حريص جدا على واحد من اولادي، على عيالي كلهم، لكن يقول واحد كنت خايف عليه جدا، كان الولد وسيم وكذا وكنت اخاف عليه ايام الابتدائيه. يقول بالصدفه منعت الجوال عنه ومنعت كل شيء. يقول والله اني تفاجأت مفاجأة، اعظم مفاجأة مرت علي، على طول اخذت العصر جبت الجوال وعطيته اياه وفتحته. يقول تفاجأت انه يقول لي يا ابوي انا شفت مقطع واحنا رايحين المسجد مع واحد من عيال جيراننا، فتح جواله ووراني الشيء الفلاني وقالها لي بصريح العبارة زي ما شافها. يقول انصدمت، قلت الحين اللي قاعد اقفل عليه، واللي ما اعطيته جوال، واللي حريص منه اخذ المسجد واوديه واجيبه، كيف تسلط عليه هذا وصادع عند باب المسجد ووراه مقطع انا خايف لا يشوف هالمقاطع. اذا انا اللي قفلت عليه، حتى استدرج هذا قال تعال اوريك شيء بجوالي. لو عندي جوال انا الطفل هذا لو عندي جوال وقال تعال اوريك، قال عندي جوال انا، وراح ومشى وخلاه. مكتفي ذاتيا، ما يبحث عن شيء عند الاخرين. تمنعهم الاكل يبحثون عن السرقه، تمنعهم الجوالات يشوفونها عند غيرك، تمنعهم من السيارات يروحون يستاجرون، تمنعهم من الاختلاط مع الناس ممكن يطلعون بالليل وانت نايم. لذلك لازم ان يكون في عندنا مساحه كافيه لعيالنا ولنسائنا وللصغار من عندنا في البيوت، لازم يكون في مساحه كافيه جدا جدا، نعطيهم الثقه، نوعيهم، نستودعهم الله سبحانه وتعالى، نحصنهم من شياطين الانس ومن شياطين الجن. طبعا كل ما نمنع شيء كل ما تزيد الرغبه فيه، كل ما تمنع شيء كل ما تكون كميه الرغبه اكثر. الحين حنا كبار، اراجع الطبيب قال لي ممنوع اكل اللحم لمده شهر، ايوه تلاقيني متشفق عليه،
صحيح مع العلم انه لو قال لي الطبيب ترى عادي تاكل لحم يمكن اقعد اسبوع ما اكلته، صحيح لكن اول ما يقول اللحم لا تقرب عليه، سبحان الله العظيم حتى ابدا اشم ريحه المشوي من اخر الدنيا. كل ليه؟ ممنوع لانه كل منعني من ممنوع هذا مرغوب الشيء. كل نعم ممنوع كل ما حسيت ان ابوك يضيق عليك او اهلك تلقاه يدور خرم ابره يطلع منها يبحث عن ليش مانعني من هذا الشيء. كلامك طيب ومداخلتك الله طيبه، يطيب وشكرا حالك. شكرا جزيلا عبد الله العزيز. يطيب حالك واحوالك. ايضا يا شيخ نقطه اخيره ان شاء الله اني ما اطول. لو لازم كل بني ادم خطا، لو شفت خطا الخطا يتعالج، لكن مو طرد وضرب. هذه بنت تقول لي انا تقول ابوها صادها وهي تكلم رجل، وهذا خطا اكيد. لكن شوف الاب يا شيخ وش سوى، جاه وقعد جنبها وقال لها كملي. لما خلصت قال خلاص انت الحين كلمتيه؟ قالت لي انا احب يوبا وهو والله يوبا بيتزوجني. قال خلاص الحين جاء دوري انا يا امي، اعطيه رقمي وخليه يتفضل، خليه يتفضل من الباب ومن الشباك. تقول سبحان الله ام عبد العزيز طبعا قال لها قول روحي انت وابوك ماني يمكم. هرب الرجال. تقول اقسم بالله اني تعدلت. اي والله تقول اني استحيت من ابوي ورحت وبست راسه وبستيته قلت يوبا سامحني، والله يا يوبا سامحني، اسمع عن الحب واسمع عن هذا. شوف ما عالج الخطا، قال اطلعي برا هذا مو بيتك، لا احتوهم اعطوهم حب. الله يوفقك يا شيخ، كلمتك البارح واليوم بعد كلام جميل، اسال الله ان يوفقنا وياكم. وسامحني اطلت عليك، الله يا ربي يديمك، اسال ربي يديمك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ام عبد العزيز. الله جمال. يعينك. الله يا يعينك. مرحبا مرحبا. حياكم الله جميعا، يا هلا وسهلا، يا مرحبا. عبد الله عطنا شكرا يا ساره. عبد الله عطني الدور ثواني بس. شكرا يا ساره. عطني الدور ثواني بس يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا ساره. هلا عظم الله اجركم يا شيخ. وياك يا رب ما تشوفين. عزم الله أجرك يا شيخ. أنا أم سارة. ام ساره. إيه يا مرحبا. الله يعطيك العافية يا ويعطيك مرحبا. العمر الطويل. اسمك موجود في كل بيت، والله اسمك الله. موجود في كل بيت. الله الله يسلمك. يعمر بيتك إن شاء الله يا رب، ويبعد الشر عنك. ولا يجيكم شر يا رب، ويحمينا وياكم. آمين تفضل يا آمين يا رب العالمين. آمنوني. الله تفضل يحفظك. آمنوني. لا والله بس حبيت اسلم عليك وجزاك الله الف خير على قاعدة تسوي لنا، والله يصبركم وبس هذا والله يعني. آمين يا رب. طيب وأنا بوصيكم بعد، استمروا على الأذكار الصباحية والمسائية، استمروا على كلمة التوحيد، استمروا على الاستغفار، وبتجدون فيها كنز عظيم. الاستغفار وكلمة التوحيد حافظوا عليها مثل ما تحافظون على النفس، حتى تقطعون أنفاس الخبثاء الموجودة في الأجساد. ان شاء الله. إحنا مشينا على نفس اللي حضرتك قلت عليه، وسارة مشيت عليه وظهرت الحاجات ديت. يعني لولا الرقية بتاعتك ما كانت مشيت سارة. ايه معلش لأنه مو باسم سارة الحقيقي، أنت مزورتها بس ما يخالف، حنا بنسكت، ما حنا ما راح نقول الاسم. لا لا تكل من انت بعد. لا تقولين، هي تخبي. انا من شوفي والله انا عرفت من قاعد تقول، كل ما قلت شيء قالت ساره. هي تخاف تذكرين الاسم الحقيقي، هي داسته. خليه متخبي. لا انا بحب اخبي، انا اقول لا خلاص نزلتها والله قبل لا اجيب العيد. الام واضحه وصريحه. الله يكتب اجرهم يا رب ويبارك لنا فيكم وفي الجميع يا رب. يلا عبد الله شوف لنا احد. طلع يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير الشيخ فهد. الله يمسيك بالنور. الله يطول عمرك على طاعته. اللهم آمين وإياك يا بعد راسي. وسخر لك جنود السماوات والأرض يا رب يا كريم، وإياكم يا حي يا قيوم من الصالحين. وإن الله يجمعنا وإياكم مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. آمين يا حي يا قيوم. آمين يا رب. اللهم آمين.
الله يجزاك خير يا شيخ، يطول عمرك. وياك انا عندي انا عندي رؤيتين صغيرتين فقط وما اطول. قلها مع بعض. ابشر. سم بس خايف انك تهاوشني، لا وش دعوه، فعليك يا ابو حازم. لان والله قبل ما اطلع قست الناس كانوا يقولون ترى الشيخ فهد شوي حاد، قلت لا ان شاء الله انه ما لا وش يقصر دعوه، لا الرجال. والله وش دعوه، فعليك. لا انا حاد احيانا، مو هو دائما، لكن احيانا. والله يا شيخ انا اقول لك الصدق، ترى امي خوفتني منك. الله يسامحها. انا ايش سويت لها؟ هاوشتها يوم من الايام انا ولا شيء؟ لا تقول يعني انت بتطلع مع الشيخ ترى يهاوش وعصبي اوه لا هي ما اخذت فكره، ما هي بزينه عني. لا والله هي قريبه من عندك. تسمعك يا شيخ. يا امي يا بعد راسي، والله تراني حبوب وطيب وما عندي والله من درج. ام محمد. ام محمد تسمعك. وراسي ام محمد تقول عني كذا، ترى والله بالعكس، والله العظيم انتم ما تدرون ايش قاعد اسوي. تدرين انا بعد البث قاعد ابكي 2-3 ساعات عشان خاصمتكم. لا تاخذون فكره، بالعكس والله يا جماعه الخير. انا عيالي كل عيالي حاطيني في جوالاتهم وغيروا الحين، زعلوا علي وغيروا. كانوا كاتبين اسمي قلب الام. والله يا شيخ انا عارف، انا بالنسبه لي كشاب اعرف والله، بس يعني بعض الناس ياخذ عنك فكره، يشوفونك يعني شوي تنصح بشده وكذا، يعتقد انك ولا ادري ان فيك خير يا شيخ. الله يرضى عليك. لا احيانا يكون في اشياء تستوجب مني الحزم، في اشياء تستوجب الحزم، وفي اشياء لا والله وانت شايف بالعكس يعني. لكل مقام مقال. تفضل يا ابو حازم، اعطني منامك. والله يا شيخ اتمنى اني اصير مثلك بيوم من الايام. انت اطيب مني ان شاء الله، حالا ومحالا في كل حالاتك. الرؤية الأولى يا شيخ إني حلمت إن بيتنا القديم في جنوب الرياض، إنه الوالدة وأخوي الصغير أمي كانت تتكلم عليه، وكأننا كنا صغار في العمر، كأننا كنا عمرنا على 7 سنوات و8 سنوات يعني. فالصالة فجأة يعني الصالة مو كلها بشكل دائرة، صار في نوع من خسف بشكل دائرة خسف. فلما حصل هذا الخسف اللي فيه اشناط قديمه جدا، السحاب القديمه حقت السفر القديمه كانك تذكرها، تعرفها يا شيخ؟ اي اشناط السفر القديمه. فكان في مجموعه كبيره من الدولارات، العمله القديمه، الدولارات القديمه اللي شكلها القديم. فقمت انا وهربت من الصاله وجيت لحوش البيت واركض، اسمع صوت طفل يبكي معلق في شباك. اخذت الطفل هذا وضميته، قلت كويس ان الان اهلي مشغولين بالخسف، خلني اخذ الطفل وانحاش من البيت قبل ما البيت يصير فيه خسف كامل، وانجي بنفسي وانجي بهذا الطفل. الرؤيه هذه يا شيخ تكررت علي 3 مرات على اوقات متفاوته. انا عمري الان 40 سنه. متزوج ولا غير؟ لا والله يا شيخ، معمول لي عمل، مربوط لي عمل عن الزواج وموضوع للسحر في البحر. اسال الله ان يفك اسرك ويفك سحرك ويكفيك شر ما اصابك. المنام هذا كم يعني من قبل كم سنه يتكرر معك؟ كم صار له؟ هذا اخر مره ما شفته قبل 3 شهور تقريبا. طيب وانت امورك بدات تتحسن نوعا ما ولا لا زالت على نفس الرتم؟ تتحسن يا شيخ. اقول لك شيء والله انك ما تصدقني، من عمري 20 الى يومك هذا الان 20 سنه، تخيل يا شيخ، اقسم بالله كل ما تقدمت وتغيرت الاحوال فجاه القى ارجع نفس الدائره، نفس المشاكل ونفس الاوضاع. والله 20 سنه احس اني في توهان، كاني امشي في ارض التيه حقت بني اسرائيل. نعم. خليني اسالك عن الوالده، معلش هي تسمعني الحين وتعرف تسمعك يا شيخ. لا نعم. تسمعك يا شيخ. نعم. انت مريت بضغوطات شوي من الوالدين؟ لا يا شيخ، انا اساسا يعني انا ماني بولدهم. اي انا عارف قصتك. اي انت عندي ضغطات. انتقلت من مكان، انتقلت من المكان اللي انت فيه سابقا؟ نعم انتقلنا جميعا الى بيت اخر. ولا زال الدعاء مستمر على من تبنى ولا تركت؟ لا زال مستمر. نعم. طيب اسال الله ان يفرج همك. يبدو انا لانه اللي تبناني يا شيخ هو اللي ما كان يضع لي الاسحار. نعم انا تذكرت قصتك، وتذكرت انك انت قلت لي كلام كثير عن هذا الموضوع، ولذلك خلاص عفى الله عما سلف. لكن انا قبل لا اعرفك، قبل لا تذكرني بالموضوع، في منامك واضح انه انت مريت بضغوطات مو بشوي، مريت بضغوطات ما هي بقليله، ضغوطات سواء ضغوطات من بني ادم او ضغوطات من معشر الشياطين بافعال سحريه.
لكن هذا المنام تحديدا يدل على الله أعلى وأعلم أنه في غفلة عن الساحر، وفي غفلة عن أذاك، وفي غفلة عن الشياطين. ستفك قيودك بإذن المولى سبحانه وتعالى، وتستقر أحوالك شاءوا أم أبوا بإذن المولى اللي ما تنام عينك. والأموال يا شيخ اللي وجدت بعد الخسف، انا قلت لك هذا واضح عندك انت في التوهان ولا الضغوطات، والطفل اللي اخذته على غفله، ولا الاموال بعد الخسف، هذا يدل على انه بمشيئه الله سبحانه وتعالى انه راح تتعدل احوالك باذن الله سبحانه وتعالى، لانه المنام واضح، وواضح فيه الضغوطات اللي انت مريت فيها واضحه جليه اصلا. فلما ذكرتني تذكرت السلسله كامله. اسال الله ان يبارك لك فيما تبقى من عمرك، ويجعلنا واياكم من صالح. الرؤية الثانية يا شيخ، صغيرة جدا، وهي الجمعة الماضية قرأت سورة البقرة بشكل مكثف، يعني ما بين 2 إلى 3 مرات يعني. فقبل صلاة الفجر رأيت رؤيا أنه امرأة أجنبية من جنسية أجنبية يعني غير عربية، مصفدة، كانت لابسة لبس شرطي لكن مصفدة بكلبشات وسلاسل، وكانوا مقيدينها رجال الأمن السعودي. مقيدين من؟ مقيدين امرأة أجنبية لكن ترتدي زي الشرطة. طيب. فسألتهم قلت ليش أنتم كلبشين الحرمة هذه مع رجلينها ويدينها، ويعني هذه ايش سوت هذه؟ أنا أسأل رجال الأمن قالوا هذه لو ما حنا ما ربطناها بالسلاسل والقيود ولا كان جت وقتلتك. يا سبحان الله، هذا شفتها الجمعة الطائفة هذه قبل أذان الفجر ب5 دقائق، لأن كثفت سورة البقرة ونمت وشفت الرؤية. الشرطة هذا يدل على الشر، يربط الشر، يصرف. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يكون شرهم وقع بينهم، يعني اللي يمذينك وقع شرهم بينهم. وأنا سبقني بشرت بهذا الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أن الحرب عليهم بينهم بين حتى يفنيهم الله سبحانه وتعالى. هذا المنام يبشرك كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى أن المرأة أو الشيطانة هذه اللي سببتك القيود بمشيئة الله سبحانه وتعالى أنها هي تكون في شر أعمالها. لا رجال الأمن مقيدين، رجال الأمن نعم السعودي. سمعتك قلت لي انه رجال الامن السعودي مقيدين امراه ترتدي زي العسكري. نعم اجنبيه ليست عربيه. لا اجنبيه ولكنها ترتدي زي عسكري، وهم كلبشوها وقالوا لو ما ربطناها كانت آذتك. لا كانت قتلتك. انا كنت بدرج الكلمه ما نحب نقولها القتل، نقول لك انها تؤذيك، لكنهم ربطوها. واضح المنام وفسرت لك يا ابا حازم. طيب يعني ان شاء الله في خير لنا ان شاء الله باذن المولى سبحانه وتعالى. ابغاك تحافظ على كلمه التوحيد مع انفاسك، مع النفس. طيب يا شيخ استفسار صغير، اذا قرأت سوره البقره اليوم اقعد 10 ايام ما عاد اقدر اقراها، ليه؟ هذا يثقل عليك الشيطان، حتى لو انت بخير وما فيك الا العافيه، كل ما بغيت تقرا شيء من القران الشيطان يثقل علينا قراءه القران، لانه هو قاعد يحاربنا اصلا. فلذلك دائما تستعين بالله. ليش قلت لك كلمه التوحيد؟ هي من اقوى الاسلحه اللي احنا نمتلكها ضد الشياطين. اكثر من كلمه التوحيد تلاقي نفسك منطلق في كل شيء. الله يجزاك خير. اخر بس نقطه صغيره يا شيخ. ابو سعود. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ ترى النت يقطع عندي شوي افصل. اسمعك تفضل. عندي حلم وش اسمه، رأيت ان انا والوالده نذبح ذبيحه. ايه. ويوم ذبحنا وخلصنا كنا ناكل اللحم، واللحم متلذذ بالطعم مع الرز. كنت اقول بقلبي والله اللحم لذيذ وطعمه زين وبس، وانت المنام. معروف انه اكل اللحم في المنام المطبوخ الطيب هذا يدل على رزق او وليمه تقام عند صاحب هذا المنام فيها شيء من الفرح، او مناسبه تقام عندكم تدل على افراح تقام قادما، وتدل على رزق، وتدل كذلك على عافيه اذا كان في البطون بلاء لو لا سمح الله. نعم. بس هذا الحلم. ايه انت ايش تبغى اكثر من كذا تباشير؟